أنا هسألك في الأول عن المقصود قانونا بجريمة التزوير. هو خلينا نقول إن جرائم التزوير من أخطر الجرائم اللي موجودة، لأن هي بتمس الثقة العامة مع الأفراد والجهات الرسمية. يعني المفترض في المستندات والمفترض في المحررات الرسمية الصحة، لأن هو طبعا. الأصل فيها أن هي صحيحة وليست مزورة. صح. لكن جريمة التزوير وباختصار هي كل تغيير في الحقيقة يطرأ على مستند أو على محرر إذا ما كان رسمي أو ما إلى ذلك، وكان من شأنه أن يحدث ضرر أو بالأفراد أو ضررا بالغير أو يحدث ضرر بالحق نفسه المتنازع عليه. فهذه المسألة تمثل خطورة كونها من الجرائم التي تمس الثقة العامة وتؤثر على ثقة الأفراد نفسهم بالجهات الرسمية وبالجهات الحكومية. التزوير حينما المشرع أورد لهذه الجريمة بابا من باب التجريم ومن بعد باب العقاب، وكان أو أردف لها العناية اللازمة لما تمثله من خطورة على المستندات والثقة العامة في الجهات الرسمية والجهات الحكومية وما إلى ذلك، أورد لها إطارا أو قالبا معين في شأن هذه الجريمة، وهي كل تغيير في الحقيقة. يعني ما يبقاش عندي مستند بغير فيه بيان جوهري أو ما إلى ذلك، لأن هو المستندات في فحواها، لأن هو مش كل تغيير بيبقى تزوير. صحيح. يعني ما اقدرش اقول ان انا عندي مستند فغيرت فيه حاجه معينه، فهل كده انا اعاقب بجرم او بالجعل المادي المجرم في شان واقعه التزوير ولا لا؟ الحقيقه لا، لان هو احنا عندنا هل حسب تأثيرها في الورقة مثلا؟ يجب لأن نقول أو يجب لأن نكون أمام جريمة من جرائم التزوير أو تكون هذه الجريمة مكتملة الأركان. إذا ما كان هناك هذا التغيير الذي طرأ على المستند ذاته، يجب أن يكون تغييرا جوهري. تمام. يعني مش أي تغيير. يعني أنا لو أخطأت مثلا الأخطاء المادية لا تعتبر من باب التغيير، ولا تعتبر من باب انها محدثه او تحدث ضرر في شان الغير او في شان الحق المتنازع عليه. يعني انا لو اختلفت مثلا او اخطات في شان التاريخ في عقد بيع، فالتاريخ في العقد بيع ده لا يشكل خطأ او لا يشكل تغييرا في جوهريه العقد نفسه. تمام. او في الحق المقال او المتعاقد عليه، يبقى ده ما بيعتبرش تزوير. لكن انا لو وقعت مكان البائع او المشتري طبعا، وكنت قاصد من ده أن أنقل الملكية أو أتلاعب في هذه المسألة بأي شكل أو بآخر، فهنا يرتب هذا ضررا ويرتب تزوير. فهذه المسألة لكي نكون أمام جريمة من جرائم التزوير فلا بد وأن نكون هناك هذا التغيير. لابد أول حاجة قبل أي كلام لابد وأن يكون هناك تغيير بقى في البيانات، تغيير في الأمور الجوهرية الخاصة بالمستند نفسه. لا يتصور عقلا وقانونا أن تكون هناك جريمة تزوير دون أن يكون هناك تغيير، فالأصل صحيح. في المستند هو الصحة. تمام. واللي بيتغير بقى اللي بيطرأ على المستند من تغييرات بيدخل في باب العبث بالمستند نفسه وبيدخل في باب التزوير. فلا بد أن يكون هناك تغيير، ولا بد أن يكون هذا التغيير من التغييرات أو من البيانات الجوهرية، ولا بد أن يكون هذا المستند ذاته هو مستند ذو حجية قانونية وقضائية. يعني ما ينفعش ان انا اجيب اي مستند ملوش حجية اصلا وملوش استخدام عندي قضائي واجي اعدل فيه وان انا كده بزور. فهناك صورة من صور التزوير اللي هو التزوير المفضوح. يعني هو لعبة بنك الحظ اللي فيها الفلوس اللي بتبقى البلاستيك والكلام ده، عارفينها لعبناها كلنا. بالظبط. الفلوس دي لو انا رحت استخدمها عشان اشتري حاجة، هل هو هيديني ولا لا؟ لا طبعا مش هيديني، لان هو ده تزوير مفضوح يستحيل ان ينخدع به احد الناس. فما ينفعش انا اجيب اي مستند، لابد وان يكون هذا المحرر الرسمي او هذا المستند المقال بتزويره هو ذو حجية قانونية ومن شأنه ان يحدث ضرر اذا ما كان للغير او اذا ما كان في الحق المتنازع عليه نفسه. تمام. طيب اتفضلي. طيب أنا